دبي عاصمة الثراء، حيث توجد أعلى ناطحات السحاب وأكبر المولات التجارية والبراندات العالمية. عاصمة البذخ والسيارات الفارهة المهجورة. اليوم راح نحكي عن شلون الفاشينيستات تصل دبي، وراح نحكي عن شهادات موديلز تعرضوا لفظائع خلال رحلتهم، وعن فضيحة اليخوت والقصور المعروفة ببورتا بوتي، وعن عالم غسيل الأموال للفاشينيستات، وشلون البثوث بالتيك توك تستخدم صندوق سكانر لإغواء الفاشينيستات والفلونسر وجرهن إلى عالم الدعارة. ممكن مرت عليك فاشينيستا وموديل على السناب أو على التيك توك أو حتى على الانستا عدد متابعها ما يتعدى 30,000، وبيتها اللي تصور بيه بسيط وحتى إيجار وحياتها عادية وما مبين عليه حياة البذخ. فجأة صورت رحلتها لدبي والفندق والملابس والبراندات اللي تشتريها اللي أقل سعر بيهن يدفع إيجارها السنة، وحياة البذخ اللي هناك والمطاعم الراقية والمكانات الغالية. واستغربت هي منين جابت هاي الفلوس وهاي صارت وياي. الحقيقة اكو نوعين من التجارة بالفاشينيستات. اولا تجارة الجسد وراح نحكي عليها بالبداية، والثانية هي غسيل الأموال. بس قبل هذا لازم ناخذك بجولة في تاريخ مدينة دبي وشون صارت مدينة الأغنياء. بالستينات تم اكتشاف النفط في دبي وبدأت نهضة دبي، لكن النفط ما كان كثير بهاي المنطقة. لهذا الشيخ راشد بن سعيد قرر انه يركز على الاستثمار بالبنى التحتية والتجارة. كذلك ساهم موقعها الجغرافي انه تصير مركز العالم اللوجستي بالطيران والشحن التجاري. كذلك سهولة فتح الشركات بسبب انه دبي ما تفرض ضرائب شخصية، ما دفع آلاف المستثمرين الى الاستثمار في الامارات ودبي خصوصا. كذلك التسويق الذكي، تم تسويق دبي على انها مدينة الفخامة والثراء، وهذا ما دفع الناس تسافر من كل انحاء العالم حتى تشوف برج خليفة وحياة البذخ والاثرياء. وغالبا المدينة اللي تكثر بيها المليونيرات تكثر بيها هاي السالفة مثل موناكو ونيويورك. بعد التطور بالسوشيال ميديا وكثرة التطبيقات وهوس الشابات بالشهرة والمال والجمال، لهذا يلتجئ عادة إلى 3 منصات اللي هي الانستغرام والتيك توك والسناب. لكن أخطرهن هي الانستغرام، لأن الانستغرام هو كتالوج مفتوح للمليونيرات يطب يتفرج ويشتري. هاي الحقيقة ان الفاشينيستات الصغار بالانستا نشوفن غالبا هن ما يعرضن براندات او يعرضن ملابس او يعرضن مكياج، بل يعرضن جسمهن، وهاي الحقيقة. بس شلون ذول المليونيرات يشترون؟ بس قبل كل هذا لازم احكي لكم على راعي الحلقة. راعي الحلقة اليوم قناة محتوى سامي. محتوى سامي محتوى منوع وجميل، وكذلك المونتاج مالته كلش اسطوري، من القنوات اللي بالمستقبل راح تكون من افضل القنوات العراقية. فاذا حاب هذا المحتوى المنوع وحاب القضايا المثيرة للجدل راح اترك رابط القناة بالوصف، روح اشترك بيها وخذ لك فرة بالفيديوهات. صديق الفاشينيستات هن نوعين. النوع الاول هو الفلاونسر المشهور، يعني الموديل اللي عنده كمية متابعين كبيرة. هاي الفاشينيستا بالسيف زون، لأن هاي عندها إدارة أعمال ومتعاقدة مع وكالات ومتكفلين بكل شيء من ملابسها لسفراتها وحتى أجورها، وغالبا ما تكون أجورهم عالية وأسعار إعلاناتهم كلش غالية. فأكو فلونسر عراقية وصلت صورة الستوري مالتها إلى 10,000 دولار، بحيث حتى ملابسهم يجيهم ككوليكشنات من البراندات العالمية حتى يعرضوها في صور أو في تواجدهم بالأماكن العامة، فما حاجة يشتروهن. فمثلا براندتي جاب 50 مؤثر من جميع أنحاء العالم وقعدهم بالفيرست كلاس وبأفخم الشقق وأقوى الحفلات، وأخذهم يشترون غير الهدايا والأجور اللي حصلوها. أما النوع الثاني هم الفاشينيستات اللي عندهم عدد متابعين قليل، وهذا النوع غالبا تحلم بالشهرة والثراء وحياة البذخ، لكن ما عندها صبر ولا عندها أحد ينصحها ولا عندها موهبة ولا تعرف الدنيا، وهنا يتم استدراجها من قبل وكالات مزيفة تمثل عملاء في دبي. رغم القوانين الصارمة للعلاقات خارج إطار الزواج بالإمارات وكذلك في دبي، لكن دائما الناس تلقى ثغرات بهاي القوانين، لهذا بدأوا يسوون وكالات للتجارة بالعارضات، وهذا الشيء فضحته عارضات أولهن. تيني ليكسي هي عارضة شاركت ببرنامج لوف آيلاند اللي هو النسخة البريطانية من قسمة ونصفي. طلعت وصرحت انه جاها عرض من شخص ثري بدبي انه يقعد وياها على عشاء مقابل 30,000 دولار. بعدها بفترة جت وكالة عرضت عليها 75,000 دولار حتى تقضي 5 ليالي بدبي مع شخصية، وشرطت عليها عقد عدم الافصاح. وهاي الممارسة شائعة للمليونيرات خصوصا بامريكا، مثل ما شفنا فضيحة دونالد ترامب مع عارضة من
العارضة. كذلك متسابقة بنفس البرنامج اسمها روزي ويليامز انعرض عليها 150 ألف دولار سنويا وياخذها تشتري شوكت ما تريد، وكذلك جميع مصاريفها عالية مقابل تكون رفيقة أحد رجال الأعمال اللي ساكن بدبي. وهاي غالبا ما تكون ممارسات من رجال أعمال المافيا أو عندهم تجارة ممنوعات، لأن ذولا ما يريدون عائلة أو زوجة أو حبيبة بسبب ظروف عملهم، لهذا يلتجؤون للمرافقات لأن هم ما يريدون يتركوهن، كذلك أنه هو ما مرتبط بيها أو بأي شيء يخصها. لكن غالبا ما تفشل هاي العملية مع الفلونسر أو الفاشينيستا أو الموديل من دول أوروبا الغربية أو أمريكا، وهذا بسبب متوسط الدخل المرتفع لهاي الدول. لهذا غالبا ما يصيدون دول أوروبا الشرقية وروسيا وأوكرانيا، لهذا تشوف الروسيات متواجدات بكثرة بدبي، زائد الدول العربية اللي هن المغرب ولبنان وسوريا، وحاليا العراق صار من ضمن الدول المستهدفة. نعم العراق يعتبر من الدول المتوسطة الدخل إلى منخفض، وتعتبر بالترتيب السابع من بين الدول العربية بمتوسط الدخل. فمتوسط دخل الفرد بالعراق 4000 دولار سنويا، يعني تخيل 40,000 دولار هو شغلك مال 10 سنوات. وهذا الشيء اللي يخلي ذني الفاشينيستات يتم التلاعب بهن واغوائهن بمبالغ. كنت اتمنى السالفة تبقى هنا، السالفة اكبر من هيش. فمثلا طلعت فضيحة البورتا بوتي، هو مصطلح انجليزي يعني حمام متنقل، لكن بهاي القصة المصطلح صار يستخدم كرمز لفضيحة اخلاقية مهينة. والفضيحة هي حفلات اليخوت والقصور، بحيث يطلبون من المودلز انها تسوي تحديات وشغلات قذرة مقابل مبالغ مثل العنف الجسدي والنفسي واعتداءات تصير، وحتى رهانات مثل انها تاكل او حتى تشرب شغلات مقابل عشرات آلاف الدولارات اللي يلقحوهن عليها. واللي فضح هاي السالفة هي فلونسر، وحكت عن رحلتها الى دبي وحكت عن فظائع وقذارة ما اقدر اقولها، لكن القصة انها راحت عن طريق دعوة، ولما وصلت انطلب منها ان تسوي شغلات قذرة. فإذا تتذكر قصة بيديدي، كذلك ما يشبه بثوث أحد المشاهير الروسيين اللي طلعوا بذيك الفترة وصارت قضية كبيرة، وهاي قضية كبيرة رادي لها حلقة بس ما أعتقد راح أسولف عليها. يعني لأقصد أنه مثل هاي وأكثر، رغم أنه دبي والمحامين يحذرون الناس من الروح على هيك حفلات لأنها ضد القوانين، بس بعد أكو فاشينيستات يقعون بهذا الفخ وكوبيهن عادي يرجع مرة ثانية أو ثالثة. واحذر منه كان متورط بهيك نوع من القضايا القذرة. قدوة المراهقين والمليونيرات العرب أندرو تيت، سويت حلقة كاملة عن هاي السالفة إذا تريد تشوفها. مصطلح غسيل الأموال مصطلح ظهر بالثلاثينات من المافيا وعلى رأسهم الكابوني، بحيث كانت تربح ملايين الدولارات من خلال بيع شغلات غير قانونية مثل القمار وبيع الكحول اللي كان ممنوع بأمريكا وغيرها من الأعمال. واحتاجوا غطاء حتى يحطون هاي الفلوس بالبنك، لأن البنك ما يقبل يخلي الفلوس ما معروف مصدرها، وبالمقابل هاي الفلوس ما لها قيمة لأنك ما تقدر تشتري بيها بيوت أو سيارات إلا تخلي هاي الفلوس بالبنك. لهذا قرروا أن يشترون محلات غسيل ملابس، وخلوا فلوس الممنوعات على أساس أنها أرباح محلات الغسيل الملابس، ومن هنا ظهرت مصطلح غسيل الأموال. بس شنو علاقة الفاشينيستات والمودلز؟ قبل كم سنة طلعت قضية بالكويت عن شبكة غسيل أموال من المشاهير والفاشينيستات، وكان متورط بهاي القضية هم مشاهير عراقيين. حتى البنك المركزي قبل 4 سنوات نزل بيان على موقع الإلكتروني وقال أنه لازم ناخذ الحيطة والحذر من مشاهير التواصل الاجتماعي، ولازم نشدد على معاملاتهم وحركاتهم. وصارت بفترة عمليات اغتيال الفاشينيستات، وهذا بسبب اللي راح نقوله. زين شنو الفائدة من غسيل الأموال؟ بالحقيقة داخل العراق ما تحتاج انه تغسل اموال في المعاملات، هي بالكاش. اذا تريد تشتري بيت واذا تريد تشتري قاع وحتى اذا تريد تشتري سيارة، العراقيين دائما يحبون الكاش. لكن اذا تريد تحول هاي الفلوس وتستخدمها باوروبا وامريكا او غير دول، لازم تثبت من جدتي هاي الفلوس. وهنا المشكلة، هاي الفلوس يا اما تكون لها علاقة بتجارة غير قانونية، يا اما بسبب عقود فساد بالدولة او سرقات، وهنا يضطرون يغسلون حتى يحولون الفلوس الى الخارج. صديقي اكو طرق لغسيل الاموال بهذا المجال. الأولى أنك تسوي منتج مثل كريم للبشرة أو صبغ أظافر أو أي شيء من هذا القبيل، وتسوي إعلانات عند مشاهير وتضرب فواتير، وتاخذ هاي الفواتير وتاخذ هاي الإعلانات وتشوفها للبنك وتحط الفلوس بالبنك. أما الطريقة الثانية هي من خلال فتح مراكز تجميل لبعض المشاهير، وهنا صارت عنده غسالة للفلوس إلى ما لا نهاية، لأن هاي الطريقة غير مرصودة وتقدر تتلاعب بعدد الزباين والفواتير والأسعار، خصوصا إذا كانت بمنطقة راقية. الطريقة الثالثة هي عن طريق التيك توك، بالاتفاق مع صاحب البث أو التيك توكر، ودعمه بمبالغ قوية وتحويلها إلى حسابه، وبعدين
هو يحولها الى حسابك. فصارت مع تيك توكر اسمها لينوسا لما نبث من البثوث جتها هدايا بقيمة $1,000,000 ببث من البثوث، وهذا اللي حرك عليها السلطات والمسائل القانونية ما اجبرها على ترك التيك توك والاختفاء. كذلك التيك توك يلعب على مشارك، فمثلا البثوث انك تدفع فلوس للتيك توكر مقابل تحدي او حتى تشوفها تسوي حركات معينة، وهذا الشعور راح يصيبك بالادمان انك حققت شيء، خصوصا مع مدح التيك توكر، وهذا ينطيك ارخص انواع الدوبامين واكثرها سعرا. فهنا انت لقيت مصدر للدوبامين اللي هو هاي التيك توكر. ففكرة صندوق سكانر هو انه الفار يضغط على الزر يطلع وينطوه اكل، فالانسان معقد اكثر من الحيوان، فاحنا ما نحتاج الى الاكل انما نحتاج للدوبامين، فهذا يصير مصدر للدوبامين. لكن عند التيك توكر يصير بالعكس مع الداعم القوي. فمثلا انت تيك توكر وتبث وتجيك $10 يوميا من البثوث، يجي داعم قوي وينطيك $400 مقابل تحدي او مقابل انت تسوي شيء او مقابل تسوي حركة معينة. فهنا انت عرفت السر وراح تظل تسوي هاي الحركة حتى يجيك هذا الداعم القوي او تجيك فلوس، وهذا حقيقة صندوق سكانر. بس هذا الداعم شي يسوي بعد فترة من الدعم راح يقلل او يختفي فجأة، وهنا التيك توكر راح تبدي تسأل عنه لانه راح تبدي ارباحها تقل، وهنا راح تخلي هذا الداعم من المقربين إلها حتى تضمن انه هذا راح يدعمها. كذلك بعض التيك توكر اصلا ينطون رقمهم للداعمين الاقوياء كشكر على دعمهم. هنا يبدأ هذا الداعم يقوي علاقته ويدز هدايا ويدز رحلات مجانية، بعدين يبدي يأجر شقق ويبدي يصرف. فهنا التيك توكر تلقى نفسها انه هي راح تسوي اي شيء الخاطر ترضي هذا الداعم حتى ما تخسر امتيازاتها، وهنا وقعت بالفخ. فيوب إلى هنا كان عندنا، أتمنى تدعمنا بالاشتراك واللايك وتنشر لنا المقطع إذا عجبك، ومع السلامة. تعال معي نتسابق في الحقول، نقطف الأزهار في السهول، والفرحة